اقسم بالله العلي العظيم اتحاد كوره عار. دايما يجيبوا لنا حكام من الزريبه، شويه بهايم حبه بقر ما تعرفش حاجه عن قانون الكوره اصلا. اقسم بالله يعني قفشه اتضرب في عينيه في منطقه الجزاء بالكوع وبالبوكس في وشه وتعور وجاب دم قدامه وما كفاهوش ان هو يدي ضربه جزاء. كتير بقى في الماتش، ما تعدش حاجات كتير وانذارات، عمال يطلع انذارات زي ما يكون واحد ايه هبله وادوها طبله. عارف الهبله اللي بتخش مع اي فرح ويدوها طبله تقعد تطبل؟ هو الحكم ده كده. انا ما اعرفش ده مين وجايبينه منين وبتجيبوا لنا الناس دي منين؟ انتوا بجد بجد يعني بقيتوا اتحاد عار ايه؟ هو مرتضى ماسك عليكم زله واخدكم فوق سطح البيت عنده وعمل فيكم زي ما اتعمل في عاطف في فيلم توشكا؟ انت كاتحاد الكوره يعني انت عاطف في اللي اتخذت في المواسير ولا في ايه بالظبط؟ مش عارف. مرتضى ماسك عليكم زله تفضلوا كل الماتشات بتاعت الاهلي تفشلوا الاهلي وبس. عايزين تفشلوا الاهلي باي طريقه. سبحان الله الزمالك الموسم ده بقى بيعمل كل حاجه وفريق 100 100 ومفيش اي مشاكل، بس سبحان الله مش جايه معاه. ليه بقى؟ عشان المنشطات ومش عارفين تعلوه. ودايما المهم ان انتوا النتيجه في الاخر تفشلوا النادي الاهلي. انتوا دايما اي حاجه للنادي الاهلي بتحبوا تفشلوها وخلاص. دي وظيفتكم. اتحاد الكوره المصري وظيفته يفشل اي حاجه بيعملها الاهلي. ليه كده؟ ليه لحد امتى الكره المصريه مش هتتطور؟ لحد امتى هتبقى للمصالح وللفلوس وبس؟ لحد امتى الكره المصريه هتفضل في الانحدار اللي هي فيه ده؟ احنا دوري حلو يعني مفيش اي مشاكل ولاعيبه حلوه وفرق حلوه، ليه تخلونا يبقى دوري مصالح؟ الدول كلها بره الدوريات فيها 10 على 10 وكلها منافسه، وانتوا ليه مخليين هنا الدوري المصري دايما في بيزنس والمصالح كلها بتتفق وتيجي قدام النادي الاهلي تفشله؟ كلكم بتتفقوا ان انتوا تفشلوا نادي كبير زي النادي الاهلي. عار عليكم والله، عار عليكم، والتاريخ هيشهد ان كان في اتحاد كوره عار كان بيحاول يفشل اكبر نادي في افريقيا. والله العظيم التاريخ هيلعنكم. هيلعنكم والله. ما تفتكرش ان الفلوس اللي بتحطها في الخزن انت والحكام يا اتحاد الكوره العار هتنفعكم. والله التاريخ هيذكركم باوسع الكلام، هيذكركم ان انتوا كنتوا مرتشين. انت كده خاين للامانه اللي انت مسكتها. وحسبي الله ونعم الوكيل في اتحاد الكوره وفي الحكام المصريه كلها بلا استثناء. كانت كل قرف.